السلام عليكم ورحمة الله. معكم سمرة. اليوم بسوي لكم مهلبية التفاح. طبقنا اليوم تكون من شقين. صلصة التفاح مكوناتها: تفاح قصصته ونقعته بماء وشوية ليمون علشان لا يتأكسد ويسود. عندي ملعقة زبيب، ملعقة جوز أو عين الجمل، ملعقة زبدة كبيرة، ملعقة كبيرة دارسين أو القرفة، 4 ملاعق سكر كبار، وبسكوت أي نوع بسكوت عندكم. أنا استعملت اللي بالنخالة دايجستيف. هذا الشق الأول من طبقنا، وها صوص التفاح. عندي المحلبية أو المهلبية: لتر حليب، كوب سكر، ملعقة زبدة، 4 ملاعق طحين، وملعقة صغيرة فانيلا. تابعوني بالخطوات. حطيت الزبدة، بذوب الزبدة، بعدين احط التفاح اقليه، واحط مكونات الصوص كلها معانا اللي هو صوص التفاح. الحين بحط التفاح بسم الله واقليه. بعدين احط المكونات كلها مع بعض. الحين بكسر البسكوت، بكسره. ابي تكسير خشن، ما ابي يكون تكسير ناعم حيل باودر. اكسره بالايد كذي بس، بهالطريقة هذه مثل ما شايفين، بهالطريقة هذه. السكر بسم الله واقلب لمن يتكرمل عندنا ويصير لونه ذهبي، وشوية يستوي عندنا التفاح، ما نبي يكون يستوي وايد. راح اضيف الكشمش او الزبيب والدارسين او القرفة، وعين الجمل او الجوز، وكذي تكون قربنا نخلص الصوص. صوص التفاح. الحين بضيف البسكوت واقلب شوية، لمدة دقيقتين تقريبا، واطفي عليه وتكون خلصت الصوص مالنا. اضيف الحليب بسم الله، واضيف المكونات المحلبية، كل المكونات. الحين بحط شوية فانيلا واحطهم على النار، ملعقة صغيرة تقريبا فانيلا. واخر شيء نحط الزبدة. اقلب الخليط وما اوقف لين يدخل عندنا ويصير جامد. اخر شيء احط الزبدة. يدخل عندنا الخليط يبقى شوي دقيقتين تقريبا واسكر عليه، اشيله من على النار. الحين بضيف الزبدة واحرك لين ما تذوب. صب المحلبية واخليها تبرد. اللي تصير وياها فيها تكتلات بالمكسر ممكن تطحنها وبعدين تصبها على صلصة التفاح. وخلصت عندنا محلبية التفاح التركية، زينتها بالفستق وعين الجمل او الجوز. ونقول لكم علينا وعليكم بالعافية وبالصحة والراحة، ودمتم سالمين.